فجرت تقارير صحفية أرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل قد تلقي بظلالها على مشاركة منتخب الأرجنتين بطل العالم 22 في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وسط حديث متزايد عن عقوبات قد تصل إلى حد الإقصاء. صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية مشاهدينا كشفت أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بات في قلب تحقيق قضائي واسع النطاق يتعلق بقضايا فساد مالي وغسيل للأموال، ما يضع راقصي التانغو أمام سيناريوهات معقدة وغير مسبوقة في تاريخ الكرة الأرجنتينية. وأكدت ذات الصحيفة أن الملف أصبح رسميا بين أيدي القضاء الأرجنتيني، محذرة من أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تمنع بشكل صارم أي تدخل حكومي أو قضائي في شؤون الاتحادات الكروية الوطنية، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات قاسية تبدأ بتجميد النشاط وقد تنتهي بإقصاء المنتخب الأرجنتيني من كأس العالم 2026. ويعد مشاهدينا المنتخب الأرجنتيني أحد أبرز المنافسين في النسخة المقبلة، حيث يتواجد إلى جانب المنتخب الوطني الجزائري الأردن والنمسا، ما يجعل أي قرار محتمل بالاستبعاد حدثا قد يغير موازين البطولة مبكرا. طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الخبر على صفيح ساخن. ردود أفعال مشاهدينا حول هذا الأخير في خانة التعليقات، نعرض عليكم أبرزها. رافي يقول: الأرجنتين أكبر جمهور في تاريخ كرة القدم، واستبعاده من كأس العالم سيقلب الموازين، لكن على كل حال ستكون منافسة شرسة بين محاربي الصحراء وراقصي التانغو. تعليق كذلك زياد يقول: كان ستكون مباراة نارية، بابا كل العرب تشجع الجزائر ضد الأرجنتين. تعليق أخير كريم يقول: إن كان الأمر صحيح فالجزائر ستكسب 3 نقاط على طبق من ذهب وبدون